تخيل كده صديقي تبقى واحد من أقوى المغامرين في المدينة بتاعتك وكمان في أشهر فريق موجود فيها. ده غير إن الدنيا ماشية معاك في حياتك آخر حلاوة، والبنت اللي أنت بتحبها معاك وبتدعمك في كل خطوة، بس فجأة وبدون أي مقدمات بتخسر كل حاجة. القدر بيجمعك مع أشخاص نفس الحالة بتاعتك، وعلشان كده بتقرروا تكونوا فريق تتحدوا بيه الظروف مع بعضكم. فيا ترى هتقدروا تواجهوا التحديات والصعاب اللي هتواجهكم مع بعض ولا لأ؟ وإيه اللي هيحصل في قصة بطلنا؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي، فصلى على النبي ويلا بينا نبدأ. في عالم السحر في شيء عادي، والمغامرين والمحاربين موجودين في كل مكان. بتبدأ قصة بطلنا نيك، وبنعرف ان هو واحد من المغامرين في فرقة مشهورة اسمها أسياد الحرب، وقائد الفرقة غروس بيعتبر نيك زي ابنه بالظبط. وبما انه واحد من المغامرين الأقوياء فالدنيا ماشية معاه كويس، وكمان حبيبته الجميلة أليس اللي معاه في نفس الفريق بتدعمه في كل خطوة. بس للأسف مفيش حاجة بتفضل على حالها، لأننا بنشوف بطلنا نيك وهو قاعد مع أليس وبتطلب منه انهم يسيبوا بعض. ممكن تقول ان ده عادي يعني وبتحصل، بس احب اقول لك ان المصايب بتيجي ورا بعض. اللي بيحصل ان نيك بيتم اتهامه بسرقة حاجات من خزنة الفريق، ومش بيكون عنده دليل يدافع بيه عن نفسه، فاغرس قائد الفريق بيطرده. حرفيا كده نيك خسر كل حاجة، لان بالنسبة له الفرقة ديت كانت اكتر من بيته. بيتصاب نيك بالاحباط بعد ما حس ان هو اتخذل من كل اللي حواليه، وبيقرر انه هيبدأ الطريق من جديد لوحده. بيروح تاني يوم لنقابة المغامرين علشان ياخد شوية مهمات ويقدر يجمع منها فلوس، وبتكون ديت اول مرة يطلع مهمة لوحده. بس في اخر لحظة بيغير قراره وبيستسلم لليأس. بيروح بعدها للحانة علشان ينسى حالته المزرية، وبيكون قاعد لوحده على الترابيزة. وفجأة النادلة بتيجي وبتعتذر له انه هيضطر يشارك الترابيزة مع اشخاص تانيين لان مفيش اماكن فاضية. بيدخل 3 اشخاص وبيقعدوا معاه، بس الغريب ان محدش فيهم نطق ولا كلمة. بنت جميلة شعرها اصفر لابسة لبس ساحرة، والتاني ابقى كاهن سكران وحالته في الحضيض. اما الثالثة والاخيرة فهي بنت بشعر احمر من عرق التنانين. بيحس نيك بالحزن اللي موجود في عين كل واحد منهم، بس هو كمان في اللي مكفيه وبيفكر ان هو خلاص مش هيقدر يثق في حد بعد كده، وده لان اقرب الناس خذلوه. ولكن فجأة حاجة غريبة بتحصل، الاربعة بيرفعوا الكاس في نفس الوقت، وفي نفس واحد بيقولوا نفس اللي نيك كان بيفكر فيه. استحالة اثق في اي حد بعد كده. لحظة صمت بتملى المكان، وبنشوف ايه اللي وصل كل واحد منهم للحالة ديت. بنبدأ بتيانا البنت ام شعر اصفر، وبنشوف انها كانت ساحرة عبقرية في اكاديمية السحر، والمعلم بتاعها بيمدح قوتها وتفوقها، وده اللي بيفرحها جدا. فبتروح وهي مبسوطة علشان تبلغ حبيبها أليكس، بس بتلاقيه مع بنت تانية. وتيانا علشان نيتها صافية بتقعد معاهم وبتحكي له قد ايه هي مبسوطة، لكنها بتتفاجئ ان هو بيزعق لها وبيرد عليها بطريقة مش كويسة. بيتهمها كمان انها بترشي المعلمين علشان يعلوا الدرجات بتاعتها، وبيقول كده بدافع الغيرة منها. ومش بيقف لحد كده بس، ده كمان بينهي علاقته بيها بحجة ان هو بيتعرض للذل علشان حبيبته اقوى منه. طبعا البنت قلبها بيتكسر من اللي بتسمعه ومش بتعرف تعمل حاجة. واللي بيزيد الطين بلة ان الاشاعات بتبدأ تنتشر عليها في الاكاديمية، فبتقرر تسيبها وتمشي تروح تأجر اوضة تقعد فيها. بتحاول تدور على شغل علشان تدفع ايجار المكان اللي قاعدة فيه، بس بتترفض من اي مكان تروح له. وفي يوم بتلاقي اعلان للمشاركة في رهان سباق للوحوش، وبتقرر انها تشارك وفعلا بتكسب. وده اللي بيخليها تفكر ان الحظ ابتسم لها اخيرا، بس مش بيفضل احساسها ده كتير. لا زي اي حد بيخش المجال ده بتخسر كل فلوسها. ودي قصتها لحد ما وصلت للحانة اللي فيها بقية المجموعة. وبنعرف بعدها قصة الكاهن واللي اسمه زين، وكان عايش في قرية صغيرة مشهورة بالأعشاب الطبية. وفي يوم من الأيام وهو شغال بنت صغيرة اسمها ميريل بتعدي عليه، بتجيب له الأعشاب اللي كان طلبها منها. وبيبان كده إن البنت واقعة في حبه وبتحاول تعترف له، بس هو بيرفضها. بيقول لها إن هو كاهن ومش هيقدر يبقى في علاقة مع أي حد، ده غير إن سنها صغير. فبتسيبه ميريل وهي متضايقة، وباين عليها إنها ناوية له على حاجة. تاني يوم بيصحى زين على صوت الحراس وهم بيخبطوا عليه، وبنتفاجئ من اللي هو شايفه. ميريل بتبقى معاهم وبتتهمه ان هو اعتدى عليها. بيحاول يدافع عن نفسه بس مش بيكون عنده دليل على براءته، فبيتحبس وبعدها اهل القريه بيطردوه. بيروح يقعد عند واحده من معارفه القدامى، واللي بتساعده وبتديله فلوس ومعدات علشان يبقى مغامر ويقدر يعتمد على نفسه، ويكون ده اللي وصله لبقيه اصحابنا. وبيحكي لهم حكايته هم قاعدين بيسمعوه. بيجي دور البنت الاخيره وبنعرف ان اسمها كارين، بس بنظره حزينه مش بتقول غير جمله واحده بس: اتسرق مني اعز ما املك من اعز شخص عندي. بيقضوا الاربعه ليلتهم سوا في الشرب، ولما النهار بيطلع بيلاقوا نفسهم كلهم في اوضه تيانا، وبيبقوا خلاص هيمشوا كل واحد هيروح لطريقه. بس نيك بيقف مره واحده وبيعرض عليهم انهم يكونوا فريق هم الاربعه، بما ان عندهم حاجه مشتركه وهي انهم اتخذلوا من البشر. وفعلا بيفكر الكل في كلامه وبيقتنعوا بيه، وكده الفريق بيتكون من اشخاص اتخانوا واتظلموا من اقرب الناس ليهم. الدنيا بهدلتهم وخدت منهم الامان اللي كانوا فيه، بس قرروا انهم يدوا ظهرهم للكل
ويكملوا الطريق مهما كان صعب. بعد كده بنشوفهم بعد ما جمعوا نفسهم وراحوا للنقابة علشان يسجلوا فرقتهم الجديدة وياخدوا أول مهمة رسمية ليهم. الموظفة اللي بتستقبلهم بتتعرف على نيك من أيامه القديمة لما كان لسه عضو في فرقة أسياد الحرب، بس مش بيكون هو لوحده، لأ، ده بتتعرف كمان على كارين وبيطلع إنها الناجية الوحيدة من حادثة حصلت في زنزانة ورتبتها سي. بعدين الموظفة بتسألهم عن الاسم اللي اختاروه للمجموعة الجديدة بتاعتهم وبيستقروا كلهم على اسم الناجون، واختاروا الاسم ده بالذات لأنهم أخدوا عهد على نفسهم إن مهما حصل وقد إيه كانت المخاطر كبيرة لازم يرجعوا على قيد الحياة. بالليل بقى بنشوفهم متجمعين ونيك بيحط لهم القواعد الأساسية اللي هيمشوا عليها من هنا ورايح، وبما إنهم عملوا المجموعة بناء على عدم ثقتهم في البشر فلازم يحطوا قوانين تمشي مع المبدأ ده. القانون الأول ممنوع تتدخل في الحياة الشخصية لأي عضو من أعضاء المجموعة. الثاني الفلوس اللي هيكسبوها من المغامرات هتتجمع وهتتأمن بمشاركة الكل. الثالث والأخير والأهم مهما حصل لازم نرجع أحياء. وفعلا الكل بيوافق على القوانين، بس المشكلة بتبان لما نيك بيوزع المهام على كل واحد في نقطة تخزين الفلوس. زين وتيانا بيتهموا ان هو بيوزع عليهم المهام الصعبة وبياخد هو الحاجات السهلة، فبيرد نيك على كلامهم انه مش غلط انهم يشكوا في بعض لان الثقة المفرطة في البشر هي اللي وصلتهم للمرحلة دي، بس لازم ياخدوا الموضوع واحدة واحدة علشان يكسروا الحاجز ده والفرقة ما تنهارش بسرعة. وفعلا بيفهموا كلامه لانهم عايزين يرجعوا يحسوا باحساس الثقة من تاني، بس لسه مش قادرين يتخطوا الخذلان اللي تعرضوا له، وعلشان كده بيقرروا انهم يوافقوا على توزيع المهام اللي قال لهم عليها. وبيعدي الوقت وبنشوف المجموعة وهم رايحين اول مهمة ليهم واللي هي متاهة من الرتبة جي، ونيك بيطمنهم ان المستوى ده زي تدريب للمبتدئين، وبيظهر اول عدو قدامهم واللي بيطلع عبارة عن سلايم بسيط مش مؤذي، فبيروح نيك وبيشيل منه الحجر الروحي وبيعرفهم ان الاحجار ديت مهمة لانها بتتباع للنقابة وبياخدوا عليها فلوس. بيتحركوا بعدها لحد لما بيوصلوا للدور الثاني، وزين بيقول ان هو بيحس بالذنب كل لما بيفكر انه هيقتل كائنات حية حتى لو كانت وحوش. الرد بقى كان ان لو الوحوش ما اتقتلتش المتاهة هتتمدد وهتهاجم الناس اللي برا، وعلشان كده هم لازم يهاجموا ويحموا نفسهم. وهم ماشيين بقى واحد من الصلايم بيهجم على تيانا، فبتقوم وهي متعصبة وبتهجم عليه، بس بالغلط الضربة بتيجي على كارين، فبتفكر كارين انها كانت بتهاجمها من الاول والتوتر بيزيد ما بينهم. تيانا بتحاول تدافع عن نفسها بس برضه كارين بتفضل متعصبة، بتهددها انها هي اللي ممكن تأذيها بعد كده. بعدين بيوصلوا للطابق الاخير وهناك بيلاحظوا حاجة غريبة، وحاجة زي فروع الشجر موجودة في كل مكان ومتصلة بسلايم عملاق، وبنعرف ان ده زعيم السلايم. من غير اي مقدمات تيانا بتبدأ تهاجم على السلايم بنفسها باستخدام تعويذة جليدية. نيك بقى بيحاول يحذرها وبيقول لها تبعد فورا، بس فجأة السلايم بينفجر وبيغرق المكان بالكامل. بعدها بشوية بنشوفهم كلهم وهم عند النهر بيغسلوا هدومهم بعد ما اتبهدلت من السلايم، ونيك بيقول لتيانا انها استعجلت لان السلايم حساس ناحية السحر، وبياخد باله ان الوضع لسه مش تمام ما بينها وما بين كارين، وعلشان كده بتجيله فكرة وبيبدأ يكلمهم على مهاراته وبيكشف لهم اسلحته. الكل طبعا بيتفاجئ لان المعلومات ديت ممكن تضر صاحبها لو الشخص التاني عاوز يأذيه ويستخدمها ضده، وبيكون عمل كده علشان يزود الثقة ما بينهم. وفعلا زين هو كمان بيعمل نفس الحاجة وبيعرفوا منه انه ضعيف قدام ضربات السيف والسحر. بعدها بتقوم تيانا وبتعتذر لكارين وتقول لها انها فعلا ما كانتش تقصد، ودليل على حسن نيتها هتكشف لها نقطة ضعفها كمان، وفعلا البنت بتصدقها وبتسامحها. بعدها بيجهزوا وبيروحوا لعش العفاريت علشان يهاجموهم، وبيبدأ بعدها نيك يقتل فيهم واحد ورا التاني، وبعد ما بيخلص بيتوجه علشان يستكشف المنطقة اللي قدامهم، بس تيانا بتوقفه. بتستخدم هي سحر الرصد وبتقدر تحدد مكان العفاريت وعددهم بالظبط، ولكن فجأة بتحس ان في طاقة سحرية كبيرة اقوى من اللي قتلوهم كلهم. بيقول لهم نيك احتمال يكون غول واللي بيبقى اقوى من العفاريت بكتير، وحتى لو قتلوا مع بعض بمستواهم ده فما فيش ضمان انهم هيهزموه، بس مش هينفع يهربوا لانه ممكن يهاجم الناس القريبة من هنا. وعلشان كده بيبدأ نيك يقول لهم الخطة، وهي ان سحر كارين الناري يقدر يأثر على الغول، فهم هيحموها ويفتحوا لها الطريق وهي هتخلص عليه. وفعلا بيبدأوا الهجوم وزين بيحصنهم بسحر الدفاع بتاعه، وفي نفس الوقت تيانا بتستخدم سحر الجليد وبتهاجم الغول، وده اللي بيستفزه، بس مش بيلحق يعمل حاجة لان كارين بتبقى في المقدمة وبتفعل قوتها على السلاح بتاعها، وبضربة واحدة بتقدر تخترق دفاع الغول وبتخلص عليه. بعدها بيروح نيك علشان يخلع القرن بتاعه لانه بيبقى غالي بس بيكون قوي جدا، وده اللي بيخليه بالغلط يقع على كارين اللي واقفة ماسكة سلسلة شكلها غريب، ونتيجة لكده السلسلة بتقع وتتكسر. في اللحظة ديت بنرجع للماضي علشان نعرف ايه حكاية السلسلة دي. بنشوف كارين وهي ماشية وسط سوق مليان ناس وبتفكر في المهمة بتاعتها واللي هي تعتبر مهمة أساسية لكل شعب التنانين، وبنعرف ان عندهم أسطورة بتقول ان في بشر هيظهر وهينقذ العالم ومهمتهم انهم يساعدوه على تحقيق هدفه.
شافه. وفجأة وهي ماشية بتقف قدام محل بيبيع سلاسل، ولفت نظرها السلسلة اللي شفناها قبل كده، وبتبقى كارين حاسة بإحساس غريب ناحية السلسلة دي، فبتمد ايديها علشان تاخدها، بس لما عرفت سعرها رجعتها تاني، وبتتحرك علشان تمشي، بس البياع بينده لها وبيقول لها انها كسرت السلسلة ولازم تدفع حقها، وبتكون ديت خدعة منه واللي معاه دي اصلا واحدة مزيفة. مش بتبقى كارين عارفة تعمل ايه، بس في اللحظة ديت بيظهر شخص غريب وبيكشف الكذبة بتاعة البياع، وبيقدر كمان يطلع السلسلة الأصلية. بيزعل البياع وبيدي السلسلة لكارين كعقاب ليه، وبيقول لها انها من حقها لانه حاول يخدعها. وبنعرف ان الشخص ده اسمه كاليوس، ومن ساعة الموقف ده وكارين بتحترمه جدا، وحست ان ممكن يكون ده هو البشري الموعود اللي هي لازم تساعده، فبتقرر انها تنضم له. وبنشوفهم بعدها وهم في مهمة مع بعض بعد ما انضمت للفريق بتاعه. وفجأة وحش ضخم بيظهر، بس كارين بتتحرك بسرعة وبتقسمه لنصين بضربة واحدة، فبيجي كاليوس وبيمدحها على قوتها وبيشكرها لانها انضمت ليه. وطبعا كارين هتبقى هتطير من الفرحة بكلامه. بيكملوا بعدها في المهمة بتاعتهم لحد ما بيوصلوا لمكان الزعيم، وبيشرح لها كاليوس ان الزعيم ده مش سهل لانه ثعبان شيطاني قوي جدا، وبيفضل مستخبي في الوعاء بتاعه، وطول ما هو جوه مش بيتأثر بالسحر. وبتبقى الخطة ان كارين تهجم بقوتها النارية وتخليه يخرج، وهم هيحموها يعني من ظهرها. فعلا بتبدأ كارين الهجوم، وبسبب ضربتها التعبان بيخرج، بس بيبقى متعصب جدا وهالة ضخمة بتظهر حواليه. وفجأة واحد من اعضاء الفريق بيرمي كرة نارية على التعبان، بس الغريب انها بدل ما تضعف قوته بتخليه يتعصب اكتر، وبيبدأ يهجم على كارين وبيثبتها، وبيهجم عليها بالسم بتاعه، وده اللي بيخليها تفقد قوتها وتحاول تندى على كاليوس علشان يساعدها. وفعلا بيجي بس مش علشان ينقذها، لا، ده بتظهر حقيقته، واللي بيكون استخدم كارين كطعم علشان التعبان يهجم بالسم ده ويخليها اضعف، وبيقدر هو واتباعه يقتلوا التعبان فعلا. وبتحاول كارين تقوم، بس بيجي لها كاليوس وبيقول لها انها خلاص عملت اللي عليها، ومن هنا ورايح هو ما بقاش محتاج لها. بتسأله عينيها مليانة دموع عن السبب اللي خلاه يعمل كده، بس هو مش بيرد عليها، وبكل سهولة بيسيبها ويمشي، بيسيبها مع دموعها وقلبها المكسور وثقتها اللي ادتها للشخص الغلط. وبعدها بيبدأ يغمى عليها، بس بعد شوية بالنهاية قدرت تقف من تاني، وبصعوبة نجت من الموت. وفي الوقت ده افتكرت ان معاها حاجة لازم تحميها، واللي هي جوهرة عين الموت، ورجعت بسرعة للسكن علشان تلحقها. بس للأسف لما وصلت لقت كل حاجة اتسرقت، واكتشفت ان كاليوس خد كل حاجتها وهرب. ووقفت بعدها بعد ما خسرت كل حاجة، وبصت على السلسلة اللي كاليوس اداها لها وحاولت ترميها ولكن ما قدرتش، وقعت على الأرض وهي بتعيط. بس بعدها قررت تدور عليه في كل مكان علشان ترجع عين التنين، ولكن للأسف لحد دلوقتي ما فيش أي أثر ليه. وفي مرة وهي بتدور حست بالجوع لأنها ما كانتش واكلة بقالها كتير، فدخلت مطعم علشان تاكل، وهناك واحد خبط فيها وهو داخل، والغريب ان الناس كلها عارفاه. وبيطلع مغامر مشهور اسمه ادوارد، مسميينه المحارب الوحيد لان من قوته النقابة سمحت له يدخل المتاهة لوحده، وده اللي بيخلي كارين تعجب بيه جدا، وبتقرر تمشي وراه من غير ما ياخد باله. بتفضل تطلب حتى نفس الاكل اللي بياكله، ومن كتر الاماكن اللي مشيت وراه فيها بيبدا ياخد باله منها. وفي مرة واحد سكران بيخبط في ادوارد والسيف بتاعه بيقع، بس كارين بتلحقه قبل ما يقع، وده بيخلي ادوارد يشكرها. وبتكون ديت المرة الاولى والاخيرة اللي اتكلموا فيها، لان من بعدها هو مشى من المدينة وما شافتهوش تاني. بس لسه لحد دلوقتي هي متعلقة بيه لسبب غريب حتى هي مش عارفاه، حتى انها فضلت تطلب نوع الاكل اللي هو كان بياكله وحبته جدا، واقصد الاكل يا صديقي. بعدها كارين فلوسها بتخلص وبتضطر تشتغل علشان تجيب فلوس، وراحت علشان تشتغل كمغامرة في النقابة، وده اللي وصلها للحانة اللي فيها نيك وبقية الفريق. بنرجع بعدها للوقت الحاضر، وبنشوف نيك اللي راح يدور على سلسلة جديدة بس للأسف ما لقاش. بيكون خايف بقى ان كارين تبقى زعلانة منه، بس اللي بيحصل انها بتضحك، بتقول له ما يشغلش باله، لان من ساعة ما السلسلة دي اتكسرت وهي حاسة ان قيود الماضي اللي كانت حبسها اتكسرت هي كمان. بيجي الليل بقى وبنشوفهم وهم في الحانة، وكل الموجودين بيهنوهم على الانجاز بتاعهم، بس فجأة بتدخل عليهم واحدة وبتطلع ديت السكرتيرة بتاعت صاحبة النقابة، وبتطلب منهم الحضور لمكتب الرئيسة. وهناك بنتعرف على صاحبة النقابة واللي اسمها اوليفيا، وبتعرف الفريق ان في مهمة جديدة بس خطيرة حبتين، والمهمة انهم يلاقوا سيف نادر اسمه سيف الروابط. وبما ان المهمة ديت مستوى عالي فهي هتديهم 30,000 عملة، وده لو وافقوا يروحوا حتى لو ما قدروش يجيبوه، بس لو نجحوا يجيبوا السيف مكافئتهم هتبقى كبيرة جدا. وطبعا هنا نيك عينيه بتلمع بالفلوس، وبيسأل الباقي عن رأيهم، والكل طبعا بيوافق ما دام فيها فلوس، طالما فلوسه حاضرة ان شاء الله يكون في ميدان لبنان. ولكن يا صديقي احب اقول لك ان المهمة ديت هتكون نقطة تحول جذرية للفريق كله بعد كده، مش بيضيعوا وقت وتاني يوم بيتحركوا فورا على المتاهة
اللي السيف موجود فيها، وكلهم بيحاولوا يتخيلوا قد ايه قوة السيف اللي ممكن تعرض حياتهم للخطر. فبيرد نيك ان هو مش مجرد سلاح عادي، لانه عنده قدرة سحرية قوتها بتتغير على حسب الترابط ما بين افراد الفريق، وعلشان كده اتسمى بسيف الروابط. والكل بيوافق ان اكيد السيف ده هيبقى مناسب ليهم، لان بعد اللي هم عدوا بيه بقوا زي العيلة مش مجرد فريق. بعدها بيلاقوا نفسهم في ممر جوه المتاهة، والمكان بيبقى ضلمة، بس الانوار بتشتغل كل لما يتقدموا كأن المتاهة حية وبتراقبهم. في اللحظة ديت بنشوف ان في عين غريبة بتراقبهم، والشخص بيتكلم وبيقول واخيرا مغامرين جداد وصلوا، يا ترى هيعرفوا يوصلوا لي ولا مصيرهم هيبقى زي غيرهم. بعدها الفريق بيوصل لمكان مسدود، والحيطة اللي قدامهم عليها مصباح لونه اخضر، ودي حاجة غريبة لان المعلومات اللي جايه لهم من النقابة ان اخر الطريق هيكون في نور احمر. اول لما بيلمس نيك المصباح الحيطة بتبدأ تتحرك وبيتفتح باب قدامهم. بيلاقوا نفسهم في اوضة ضخمة مليانة صناديق شكلها غريب، وفي نص الاوضة السيف الاسطوري محطوط. بيعرفوا فورا ان ده هو سيف الروابط. قبل ما يتحركوا تيانا بتستخدم سحر الرصد، وبتتاكد ان الدنيا تمام ومفيش اي اعداء قريبين. بيروح نيك علشان يجيب السيف، واول لما بيمسكوا الانوار كلها بتشتغل. فجأة صوت غريب بيكلمهم وبيقول لهم بما انهم قدروا يتخطوا كل الاختبارات يبقى هم يستحقوا قوته. والصدمة ان الصوت ده طالع من السيف نفسه. الكل طبعا بيتفاجئ من اللي شافه، فبيرد عليهم السيف ان هو مش مجرد سيف عادي، لانه سلاح اسطوري من حضارة تيران القديمة. بس طبعا هم لا بيهتموا لا بحضارة ولا بتيران ولا باي حاجة، وكل اللي شاغل تفكيرهم انهم خلاص هيبقوا اغنياء. فبيتصدم السيف وبيقول لهم انهم ما ينفعوش يبيعوه، لان لما النقابة حطوه هنا كانت الخطة هي ان اللي هيستحق قوته هو بس اللي هيقدر يوصل له. وبيقول لهم ان الفلوس بتروح وتيجي بس القوة هتفضل معاهم للابد. وبيقطع كلامهم صوت غريب بيظهر من وراهم، وبيفهموا من السيف ان نظام الحماية اتفعل، وان الحارس استيقظ ومش هيقدروا يخرجوا من هنا قبل ما يهزموه. وبيطلع الحارس ده عبارة عن جولم عملاق مكون من مادة شبه سائلة، فبتتحرك كارين فورا علشان تهجم عليه، بس مش بتأثر فيه نهائي. ده هو اللي بيهجم عليها بضربة بتكون كفيلة ترميها لاخر القاعة. بعدها بتبدأ تيانا تستخدم سحر الجليد بتاعها وتجمده، بس بيقدر يحرر نفسه بسهولة. بيقول لهم السيف ان الحارس ده مصنوع من جزيئات خاصة، والضربات العادية عمرها ما هتأثر فيه، وعلشان كده بيسألوا ايه الحل. فبيرد عليهم السيف انهم لازم يستخدموه ويعملوا معاه ميثاق، ويختاروا واحد منهم علشان يتحد معاه. نيك بيختار كارين وبيبدأ يفكر فيها، والسيف بيطلب منه يقول كلمة اتحاد، وفعلا بيعمل كده، بس ما فيش اي حاجة بتحصل. الجولم بيهجم عليه وبيوقعه جوه الحفرة اللي طلع منها، بيبقى محبوس تحت الصخور ومش قادر يتحرك. بتيجي كارين بقى علشان تساعده، ونيك بيطلب منها تهرب فورا وتاخد الباقي معاها، بس هي بترفض رفض قاطع انها تسيبه لانهم فريق ومش هيسيبوا حد وراهم. فعلا نيك بيقتنع بكلامها، وفي لحظة مؤثرة بتقوله انهم لو كانوا هيموتوا هنا فهي عايزة تشكره لانه كان سبب في كسر السلسلة بتاعتها اللي كانت بالنسبة لها قيود حبستها في الماضي بتاعها. فجأة سيف الروابط بيبدأ يطلع نور غريب، وبيطلب من نيك يقول كلمة اتحاد، ومرة واحدة نور ذهبي بيظهر في المكان كله. بيظهر نيك بشكله الجديد وهو متحد مع كارين، وحرفيا الاتنين بقوا واحد. الكل بيبقى متفاجئ من اللي حصل ومش مصدقين اللي شايفينه قدامهم. وفجأة نيك بيظهر قدام الجولم وبيجمع طاقته كلها في ضربة واحدة. السيف بيقول له يستهدف النواة اللي في صدره لانها مصدر قوته. ولحظة هجوم نيك بيكون الهجوم قوي جدا، وبيخترق جسم الجولم وبيدمر النواة بتاعته، بيخلص عليه تماما. وبعدها نيك بيقع على الارض من التعب وبينفصل هو وكارين عن بعض. بنشوفهم بعدين وهم في النقابة بيودوا السيف لأوليفيا وبياخدوا المكافأة بتاعتهم، بس بيطلع ان ده سيف مزيف، والسيف الحقيقي بقى عبارة عن طفل صغير اسمه كيزونا، وبيكون رسميا هو العضو الجديد في فرقة الناجون. ومن هنا احب اقول لك يا صديقي ان اللي فات كان تسخين، واللي جاي بداية المغامرة الحقيقية، فجهز لي بقى علشان هتستمتع. بنرجع بعدها شوية للماضي بعد ما قررت تيانا انها تسيب الأكاديمية، وبنشوفها وهي بتودع المعلم بتاعها. بتبقى زعلانة جدا لان التهمة اللي اتلفقت لها ضرت المعلم هو كمان، وبسببها هو ما قدرش يوصل لرتبة حكيم اللي كان نفسه يوصل لها من زمان. ودي رتبة عالية السحر يقدر يوصل لها بمرور الوقت لما يعمل انجازات معينة. بس المعلم بيبتسم وبيهديها وبيقول انت مالكيش ذنب في اللي حصل لانك اضطريتي، وكمان ده احسن بالنسبة لك علشان خلاص بقيتي حرة من قيود الأكاديمية. بس بيكمل كلامه بيقول لها ان الحرية نفسها ممكن تبقى هي القيود اللي بتقيدها، لان البشر مخلوقات اتحكم عليهم يبقوا مقيدين بأي شكل من الاشكال. وبيسألها سؤال غريب، هل افعال البشر يستاهلوا عليها العقاب بالهلاك؟ فبتستغرب تيانا من كلامه وبتسأله يقصد ايه، بس هو بيضحك وبيقول لها ان هو بيهزر. تيانا بترد عليه انها مش عارفة اذا كان بيهزر ولا لا، بس هي حاسة ان الكلام اللي هو قاله لها مش صح. فبيبدأ المعلم يضحك بطريقة غريبة، وقبل ما تيانا تمشي بيقول لها ان هو هيعلمها درس اخير، وبيطلب منها تمشي في الطريق اللي هيعرفها حقيقتها وقدرتها اللي هتقدر توصل لها، لان دي الحاجة اللي مش هيقدر ياخدها منها. وبيكمل ضحكه بطريقة غريبة تاني،
تاني، وبيقول ان الغريب انهم لحد دلوقتي قادرين يضحكوا، وده معناه ان الأسوأ لسه ما جاش، ولما هيجي هيخليهم مش قادرين يضحكوا. وفي اللحظة ديت بنرجع للحاضر تاني وبنشوف تيانا وهي بتصحى من النوم وبتتمنى من قرار نفسها ان كل حاجة ترجع على حالها القديم زي ما كانت. بس الحاجة الغريبة اللي بتحصل ان نيكو وكارين وزين بيفكروا في نفس الحاجة في نفس الوقت. بعد شوية بنشوفهم رايحين المهمة الجديدة والفريق داخل متاهة جليدية، والمهمة كانت انهم يهزموا غول عملاق، وقبل ما يهجموا بيلاحظوا حاجة غريبة، انهم بقوا قادرين يسمعوا افكار بعض قبل ما يتكلموا، وبتطلع ان ديت قدرة تخاطر قدروا يكسبوها كلهم من ساعة ما كيزونا انضم للفريق. بيأكد لهم كيزونا ان ده صحيح، وبيعرفهم ان هو مش قوي بس في التخاطر، وبيبدأ يهجم على العملاق، بيفعل مهارة الاستنساخ وبيطلع منه نسخة تانية. الاتنين بيقوموا على الغول وبيهزموه بسهولة. الكل طبعا بيبقى مصدوم من قدراته، بس هو بيقول لهم ان هو يقدر يعمل 5 نسخ من نفسه مش واحدة بس، ولكن المشكلة ان ديت ليها اثار جانبية، زي ان هو بيستهلك قوة من باقي الفريق اللي عمل معاهم الرابطة. وفعلا نيك بيحس ان هو بقى اضعف بعد هجوم كيزونا. بيروحوا بعدها علشان ياخدوا الفلوس من النقابة بعد ما خلصوا المهمة بتاعتهم. وبعد شوية بنشوف نيك وكيزونا وكارين خارجين مع بعض ورايحين على مكان علشان ياكلوا فيه. واول ما بيوصلوا نيك بيتفاجئ لان المكان ده هو نفسه اللي كان بيتقابل مع حبيبته أليس. بيحاول يمنعهم انهم يدخلوا بس بيرفضوا وبيضطروا يدخل هو كمان. كارين وكيزونا بيبقوا مستمتعين بالاكل جدا، بس نيك بيبقى متضايق، وفجأة بيسمع صوت مألوف، وايوه بتطلع أليس موجودة في المكان. يا دي الليلة البيضاء، قاعدة مع شاب جديد وبيكون جايب لها هدية بترجع له ذكرياته لما كانوا مع بعض في نفس المكان. بيشوفها بعدها وهي بتخدع الشاب وبتقول له ان امها مريضة وعايزة فلوس علشان تروح لها، بس نيك بيتدخل وبيكشف خدعتها لانه زمان كان حصل معاه نفس الموقف. أليس بقى بتتفاجئ لما بتشوفه وبتحاول تدافع عن نفسها، بس في الاخر بتحس بالاحراج وبتمشي. والشاب لما بيستوعب ان هو كان بيتخدع بيشكر نيك ان هو ساعده. بعدها بقى بنشوف نيك وهو قاعد مع المجموعة وبيقول لهم على المهمة الجديدة، بس مرة واحدة بيظهر شخص وبيدلق العصير عليه، وبيطلع ان أليس هي اللي جايباه علشان تنتقم منه. وبيكون شخص هجين من عيلة النمور اسمه ليون. بيقول لنيك ان هو جاي علشان ياخد حق أليس وبيطلب منه يجي معاه، وبره بيقول لنيك ان هو هيتحداه في قتال. فبيوافق بطلنا على طلبه وبيجهز علشان المعركة. بس مرة واحدة ليون بينزل على الارض وبيطلب من نيك يسامحه لانه عارف ان أليس خدعته. بيبان عليه ان هو طيب، بس بتطلع نيته الحقيقية وبيكلم نيك وبيقول له انا عارف انك عامل الفريق بتاعك علشان تستغلهم، وانا هساعدك في اللحظة اللي هتخونهم فيها. ولكن مش بيلحق يكمل كلامه وبيلاقي نيك لازق في وشه، بيحذره يكرر كلامه لانه مش هيبقى لطيف معاه بعد كده. فبيتعصب ليون وبيحاول يهجم عليه، بس نيك بيتفادى كل هجماته وبيكتفه وبيرميه على الارض. في اللحظة ديت بيظهر واحد من اتباع ليون وبيضرب نيك في ظهره. بيتحول القتال لاتنين ضد واحد، بس فجأة بتظهر كارين وباقي المجموعة وبيمسكوا التابع اللي كان مع ليون. وقبل ما الموضوع يقلب فوضى بتظهر اوليفيا رئيسة النقابة وبتأمرهم يوقفوا القتال، ولو كانوا مصرين على القتال فلازم يبقى تحت قواعد النقابة. وفعلا الاتنين بيوافقوا على عرض القتال اللي اوليفيا اقترحته. بنعرف بعدها ان القتال اللي هيحصل ده نزال رسمي النقابة بتعمله علشان تمنع الفوضى ما بين المغامرين، بس القواعد بتاعته بتبقى غريبة شوية لانه كل فريق هيختار مقاتل واحد، ومع المقاتل ده شخص كمان في حل المسائل الحسابية. ايوه مسائل حسابية ورياضيات، وكل مسألة الشخص ده هيقدر يحلها صح هياخده نقطة، ولو قدر يجمع 10 نقط قبل الفريق التاني المقاتل من فريقه هيقدر يوجه ضربة للخصم بتاعه. وطبعا الاتنين اللي هيتقاتلوا هم نيك وليون، والاتنين اللي هيحلوا المسائل هم أليس وكارين. وبيكون الاختيار ده عن طريق القرعة، بس للأسف بتبقى كارين ضعيفة جدا في الحساب، فبيقرر الفريق انهم يساعدوها قبل النزال تطور من قدراتها في الحساب. زين عمل لها امتحان علشان يعرف مستواها، بس النتائج كانت كارثية، درجاتها بتبقى وحشة جدا، وعلى الرغم من كده بتكمل وبتذاكر علشان تقدر تقدم اي حاجة. بيعدي الوقت وبعدها بيجي وقت النزال. في البداية هيبدأ القتال ما بين نيك وليون عادي جدا لحد ما اول 10 نقط تتجمع، وفعلا نيك هو اللي بيهجم، بس بيلاحظ حاجة غريبة وهي ان ليون مش بيقاتل، بيفضل يتفادى الضربات وباين ان هو بيضيع وقت. وبيعرف هنا انهم بيخططوا لحاجة. على الناحية التانية كارين بتبدأ تحل المسائل بسرعة، والاسئلة اللي في البداية كانت سهلة فبتخلص اسرع من أريس وبترفع ايديها، ولكن المفاجأة ان أليس جابت نتيجة اعلى منها، وده بيخلي ليون يضرب اول ضربة، بس نيك بيقدر يستحملها. وفي نفس الوقت تيانا بتروح علشان تدور على اي دليل وتعرف اذا كان في اي خدعة او خطة فريق ليون عاملها، ولكن مش بتلاقي اي حاجة. زين بقى بيحاول يحلل اللي بيحصل وبيستنتج ان فريق ليون مستني الجولة التانية علشان الاسئلة هتبقى اصعب، وفي الوقت ده كارين مش هتقدر تحل حاجة. وفعلا الجولة التانية بتبدأ، وللاسف برضو كارين بتجيب درجة اقل. نيك بيتوجه له الضربة التانية، وفي اللحظة ديت تيانا بتفكر في فكرة غريبة وبتروح لاوليفيا رئيس
النقابة وبتسألها إذا كان ينفع يخلوا كل الأسئلة في جولة واحدة بس. فبترد أوليفيا إن ديت فكرة مجنونة، لأن كده الشخص الخسران هيضطر ياخد كل الضربات مرة واحدة. فبترد تيانا إن مفيش مشكلة لأن نيك أكيد هيقدر يستحمل، وبتكون ناوية إنها تحط فريق ليون تحت الضغط، وبكده هيستخدموا كل أوراقهم وتعرف الخدعة فين بالظبط. وبيبان في اللحظة ديت إيه هي خطتهم. وبنشوف بقى العضو الثالث في فريق ليون مستخبي في برج بعيد، وبيستخدم حجر سحري عنده قدرة على التخاطر، ومن خلاله بيحل الأسئلة وبيبعتها لأليس. وأول ما بيبدأ يستخدم الحجر السحري تيانا بتحس بالسحر اللي في الحجر وبتكتشف مكانه، وبتاخد كيزونا وزين وبيتحركوا ناحية البرج. على الناحية التانية بتبقى كارين بتحل وبتبقى زعلانة لأنها حاسة إن نيك هيخسر بسببها، مش بتستسلم وبتعمل أقصى حاجة عندها. أما أليس فبتبدأ تتلخبط في الحل علشان الأسئلة بدأت تبقى أصعب، وبتقول في نفسها إن دي هتبقى آخر مرة تخدع فيها الناس، ومن بعدها هتسيب فريق ليون وهتعيش حياة هادية. بس في اللحظة ديت الاتصال اللي ما بينها وما بين الشخص اللي في البرج بيتقطع، وبنعرف إن تيانا وصلت أخيرا للبرج وقبضت عليه. بعدها بياخدوه بيرجعوه لساحة القتال وبيسلموه هناك لأوليفيا. تيانا بتوري لها حجر التخاطر وبتكشف خطتهم. بتروح أوليفيا تسأل أليس إذا كان معاها حجر هي كمان، وفعلا بيطلع معاها حجر. فبتأمر الحراس يقبضوا عليها بتهمة الغش، وأليس بتبدأ تنهار وتعيط. بتقول إن كل ده بس لمجرد إنها كانت عايزة تعيش حياة كويسة. وبنشوف ذكرياتها لما كانت صغيرة، وبنعرف إن أهلها اتطردوا من شغلهم وبقوا فقراء، ومن شدة فقرهم كانوا هيبيعوها. بس هي جات لها فكرة وبدأت تكسب فلوس عن طريق إنها تخدع الناس لحد ما وصلت لأليس اللي احنا عارفينها. بس هي من جواها عمرها ما كانت عايزة تبقى كده، ولكن للأسف حصل اللي حصل. بنرجع بقى للوقت الحالي وتيانا بتروح لأليس وبتقول لها إن مش غلط إنك تبقي سيئة من البداية، بس الغلط إنك تفضلي مكملة في طريق الشر، وهتبقى ديت أكيد فرصة جديدة ليها علشان تبدأ حياتها من جديد. بيروح الفريق بقى عليه علشان يحتفلوا بالانتصار بتاعهم، ونك بيشكر كارين على اللي عملته والجهد اللي بذلته علشان الفريق، وده كله بالرغم من صعوبته عليها. وفي اللحظة ديت بنشوف إن في شخص بيراقبهم من بعيد، بس مش بنعرف هو مين بالظبط. في مكان تاني بنشوف ليون وهو محبوس وبيرجع بذكرياته للماضي. بنعرف إن هو زمان كان واحد من أعضاء فريق اسمه النمور الفضية، وكمان قائد الفريق ده كان أخوه الكبير ست كان شخص ذكي جدا وعنده مهارة عالية في التخطيط، وكل خطوة بيعملها كانت محسوبة. وفي مرة من المرات دخلوا متاهة اسمها جحيم القمر، واللي معروف عنها صعوبتها الشديدة وقد ايه ناس كتيرة ماتت وهم بيحاولوا يوصلوا لها. بس في الآخر قدر فريق النمور الفضية يوصلوا للكنز المخفي اللي جواها، واللي طلع زي ما الشائعات قالت عليه غالي جدا وقيمته كبيرة. بس بعدها بفترة اتفاجئ ليون باخوه الكبير وهو مقتول، وبيكون مفكر ان البشر اللي معاهم هم اللي قتلوه. فبيقرر من ساعتها ان هو هيحتقر البشر ومش هيثق فيهم مهما حصل. بعدها بنرجع للحاضر وهو في الزنزانة بتاعته، وبيدخل عليه واحد من الحراس بيوجه له سيف وبيسأله عن مكان كنز جحيم القمر، وبيقول له انا عارف ان هو موجود معاك علشان كده مفيش فايدة من الانكار. بيضحك ليون على كلامه وبيقول له انه كان احسن ما يبقاش عارف لانه كان هيقدر يزود يوم في عمره. وفي اللحظة ديت بيستدعي الكنز واللي بيطلع سلاح اسمه سيف الدمار، والسقف بيتكسر والسيف بيوصل لايد ليون. مش بنشوف اللي حصل وبنروح لنيك وبنشوفه قاعد مع كيزونا وتيانا في كازينو بيلعبوا قمار. اللحظة ديت بيوصل ليون قدام الكازينو بس بيبقى شكله متغير، وبيكون عايز حاجة واحدة بس، ايوه هو عاوز يقضي على نيك اللي خلاه يتحبس. وبيبدأ يهجم على المكان والناس كلها بتهرب من قدامه. وفجأة تيانا بتظهر، بتعرف من طريقة كلام الوحش اللي قدامها ان ده هو نفسه ليون اللي واجهوه قبل كده. بتكون عايزة تقاتل علشان تحمي الناس الموجودين، بس للأسف من شروط المكان انهم يسلموا اسلحتهم قبل ما يدخلوا. ليون بقى بيسألها عن مكان نيك وبيهددها انها لو ما قالتلوش هيخلص عليها، ولكن بتقرر تيانا انها ما تردش عليه. وهنا بتيجي اليوم فكرة وبياخدها رهينة، بيسألها عن السبب اللي خلاها تعمل كده، وبيقول في باله انه لو خد حد من صحاب نيك اكيد هيجي بنفسه علشان ينقذه. بتبدأ تيانا تضحك وبتقول له لا للأسف انت غلطان، لان لما كونوا الفريق اشترطوا ان محدش فيهم واثق في التاني، وعلاقتهم مش قوية لدرجة ان هو ممكن يضحي بحياته علشانها. الكلام ده بيفاجئ ليون، والبنت على طول بتستغل لحظة التشتت بتاعته وبتهاجمه بالولاعة اللي في ايديها، وبتطلع ان ديت سلاح كان المعلم بتاعها هو اللي عمله، واللي بيطلع منها ضربة ورقة قوية بتخلي ليون يغمى عليه. وبتبدأ تيانا تهرب، بس للأسف بيفوق بسرعة وبيلحقها. وبتشوف تيانا ان كل الجروح اللي عليه اتشافت بسرعة، وبتحاول تاني تقول له ان هو مش هيستفيد حاجة لو جه وراها لان نيك مش هيجي. فبيبدأ ليون يصدقها وبيعرف انها مش بتكذب. بس في اللحظة ديت بيتحكم في سيف الدمار وبيقول له بما انها ملهاش ذنب يبقى هتموت. بيهجم عليها، بس في اللحظة الأخيرة بيظهر نيك وبيصد هجومه، وبيعرف من تيانا ان اللي قدامهم هو ليون بس مش على طبيعته. في اللحظة ديت سيف الدمار بيكلم ليون وبيعرفه ان هو حاسس ان في سيف تاني هنا من نفس نوعه، وبيطلع قصده على سيف الروابط كيزونا. بيرد عليه كيزونا اذا كان اكتشف اخيرا ان هو موجود، فبيتعصب سيف الدمار جدا وبيقول له ان هو هيخلص عليه. بيكلم ليون بقى وبيعرفه ان هو هيديله قوته الكاملة، ومرة واحدة شعاع ضغط بيظهر وليون جسمه بيبقى اضخم.
باين عليه ان هو بقى اقوى بكتير. تيانا بتنادي على نيك وبتعرفه انهم لازم يستخدموا الاتحاد لانه اكيد مش هيقدر يواجهه لوحده. كيزونا بيأكد على كلامها وفعلا نيك بيستخدم القوة. نور ضخم بيظهر في المكان، بيظهر المحارب الجديد بشعره الطويل الاصفر، وكيزونا فايته الجديدة سلاح نيك يقدر يستخدمه بحرية، وكمان بيقدر يستخدم القوة السحرية بتاعة تيانا وبيحاصر ليون بجدار جليدي. بس للاسف بيحطمه بسهولة وبيروح يهجم على نيك، ولكن ده بيكون سيف الدمار. جوه ليون بيسأل نفسه هو ليه بيعمل كده، عايز يتراجع بس السيف بيكلمه بيقول له ان قمة المتعة في العالم انك تبقى اقوى من كل الناس، تشوف نظرة الخوف في عينهم وهم بيهربوا منك. في اللحظة ديت نيك بيعمل جدار جليدي ضخم وبيخلي فيه اشواك تخترق جسم ليون وتثبته مكانه. على الناحية التانية ليون بيحاول يقاوم سيطرة السيف، بس السيف بيقول له ان ديت حقيقته ولازم يتقبلها، وعلشان كده هو قدر ياخده من المتاهة. بيرد ليون ان كل اللي هو عاوز يبقى زي اخوه بس، وبيصرخ وبيقول ان مش حقيقته، ان هو وحش بشع ومن قرارة نفسه بيتمنى ان حد يجي ينقذه. بس للاسف بيفقد السيطرة والسيف بيتحكم فيه، بينجح ان هو يكسر الجدار الجليدي. اللحظة ديت بيظهر نيكو قدامه وبيحول المكان كامل لبطاقات لعب، واللي بتطلع انها عليها طاقة مضادة للسحر علشان تمنع الغش في المكان، وفعلا بتنجح انها تكبح قوة سيف الدمار. ونيك بيحوطه في درع جليدي وبيحبسه جواه، ومع تجمد السيف ليون بيرجع لطبيعته من تاني. بعد ما الوضع بيهدى نيك بيمشي من المكان والجنود بييجوا وبياخدوا ليون للسجن. بنشوفه بعدها وهو قاعد بيلوم نفسه على كل اللي حصل، بس حارس السجن بيجوا بيعرفوا ان في حد جاي يزوره، وبيطلع ان ده نيك واللي بيكون جاي علشان يقول له ان المكان اتضرر بس لحسن الحظ ما فيش حد اتأذى، وكمان السيف اتختم وهو ما قالش لحد على موضوع السيف، وما يقلقش يعني الموضوع سر ما بينهم هما الاتنين. وبعدها بيودعه وبيمشي. بيعدي الوقت وبنشوف كيزونا وهو قاعد بيقرأ في واحدة من المجلات، والمجلة ديت كانت بتتكلم عن اسطورة مشهورة اسمها رجل القافر، والاشاعات بتقول ان هو شبح بيظهر بالليل وبيخطف الاطفال وبيختفي بعدها من غير ما يسيب وراه اي اثر. نيك بقى بيسخر منه وبيقول له ان دي مجلة للاطفال واكيد اللي فيها مش حقيقي. الكلام ده مش بيعجب كيزونا وبيروح يتخانق معاه. في اللحظة ديت بتكون في بنت شعرها اخضر ماشية من قدام المكان وبتسمع كلام كيزونا عن الشبح. البنت ديت بتتحمس جدا وبتسأله اذا كان بيتكلم عن الرجل القافر، فبتدخل البنت وبتعرفهم بنفسها وان اسمها رين وهي واحدة من المغامرين وكمان كاتبة في نفس المجلة اللي كان كيزونا بيقرأ فيها. كيزونا بقى بيفرح جدا وبيقول لها ان هو معجب بالقصص اللي بتنشرها. رين هي كمان بتفرح وبتتحمس، بس مرة واحدة بتقع بالغلط على كارين. كارين بقى بتحس بحاجة غريبة وبتقول في نفسها ان رين تقيلة بشكل مش طبيعي، فرين بتقوم بسرعة وبتعتذر لها وبتكمل كلامها انها بتدور دايما على الاحداث الغريبة، ولما بتحس ان في حاجة مش طبيعية بتكون اول واحدة تدور فيها. بالليل بقى بنشوف زين ماشي في شارع ضيق وهو سكران، ومرة واحدة بيشوف بنت صغيرة قدامه وبيستغرب هي ليه موجودة لوحدها. فجأة حاجة غريبة بتظهر وبتخطف البنت. وعلى الناحية التانية نيك وكيزونا راجعين من حفلة. كيزونا مرة واحدة بيحس بالخطر وبتكون ديت قدرته في التخاطر مع الفريق، وبيقول لنيك ان زين حياته في خطر، فبيروح له باقصى سرعة. ولما بيوصلوا بيلاقوا في واحد من الشوارع وفي شخص بيهاجمه. الشخص ده مش واضح وبيستخدم تقنية بتخليه مختفي، ولكن مرة واحدة بيتفاجئ لما كيزونا بيهجم عليه بالسيف وبيتصدم ازاي قادر يشوفه. كيزونا ما بيستناش كتير وبيستخدم تقنية النسخ بتاعته وبيحاول يمسكه، لكن في ثانية الشخص الخفي بينط في الهواء بسلاسل وبيختفي من المكان. بعدها زين بيطمن البنت وبيكون قدر يحميها من الخاطف، وبنعرف ان اسمها لينا. بياخدها وبيروحوا عند واحدة من اصدقاء زين وبيسألوها عن اللي كانت بتعمله في الشارع في وقت زي ده. لينا بترد وهي بتعيط ان اللي هاجمها هو الرجل القافر، وبتعرفهم ان امها كانت دايما بتحذر الناس منه، وفي مرة حاولت تدور وراه بس هاجمها وهي دلوقتي في المستشفى. زين بيطمنها انهم مصدقينها وهيعملوا كل اللي عندهم علشان يمسكوه. تاني يوم الفريق بقى بيروح للنقابة في مدينة تانية واللي بتكون مقر لصيادين المكافآت. هناك بيطلبوا معلومات عن الرجل القافر، بس الموظفة بترفض، بتقول لازم الاول ياخدوا مهمة من عندهم. بتديهم المهمة وهي القبض على مجرم اسمه هيل، وبتقول لهم ان المهمة مش سهلة لانه دايما بيهرب قبل ما حد يمسكه. في نفس الوقت واحد من الصيادين الموجودين بيستهزأ بيهم، ولكن تيانا ما بتسكتش وبتعرض عليه رهان لو قدروا يمسكوا هيل هيكسبوا 50,000. الصياد بيتفاجئ من المبلغ بس بيوافق. الفريق بقى بيروح بعد كده لمكان زي خرابة، والناس هناك عايشين في بؤس ومرض وجوع. بيوصلوا عند حارس البوابة وبيحاولوا ياخدوا منه معلومات بس ما بيفيدهمش بحاجة، وقبل ما بيمشوا بيحذرهم من شخص اسمه ملغى. واول ما بيدخلوا عصابة من الطرق بيطلعوا عليهم وبيهددوهم، ولكن الفريق بيهجم عليهم وبيهزموهم. بعدها بيسألوا القائد بتاع العصابة عن مكان هيل، فبيقول لهم ان هو جوا واحدة من الغرف. وقبل ما بيمشوا زين بيدوا له دواء كمساعدة، وبيدخلوا المكان والحالة جواه بتكون اصعب بكتير. كيزونا بيعرف الأوضة اللي فيها هيل، واول لما بيفتحوا الباب بيلاقوه، لكن هيل بيكون حاسس بيهم وبيهرب من الشباك. ومرة واحدة بيلاقي كيزونا في وشه وبيقدروا يكتفوه وياخدوه معاهم. قبل ما يخرجوا شخص بيكلمهم وبيقول انتم واخدين المريض بتاعي على فين؟ وبيطلع ان ملغى كاهن كرس حياته لعلاج الناس اللي في المكان. بيقول لهم ان هو اتفق مع الكل ان محدش يقرب من مرضاه،
الشرطة وبيكون رافض انهم ياخدوا هيل، لكن لما بيسمع عن جرايمه بيوافق يتحاسب. بعدها كيزونا بيسأله اذا كان يعرف حاجة عن الرجل القافر، ومالغا بيرد ان كل اللي يعرفه معلومات سطحية زي ان هو اسطورة بتخطف الاطفال. في اللحظة ديت هيل بيتدخل وبيقول لهم انه شاف صحفية كانت بتوزع حلويات على الاطفال علشان تستجوبهم. الفريق بعدها بقى بيروح يسلموا للنقابة، وبكده تيانا بتكون كسبت الرهان وبتاخد الفلوس من الراجل، وبحركة جدعنة منها بتعزم كل الناس في المكان على حسابها. تاني يوم بقى موظفة النقابة بتسلمهم المعلومات عن الرجل القافر، لكن بيستغربوا من المكتوب زي شهادات بتقول ان هو شخص طيب بيساعد الناس، وانه في مرة ساعد شخص كبير بيصلح سقف بيته. نيك بقى بيكلم الموظفة وبيقول لها ان مش ديت المعلومات اللي بيدوروا عليها، فبتقول له ان عندها حاجة ممكن تفيده، وبتشاور له يبص لتحت وبيلاقي رن الصحفية معلينا وهي بتدي لها حلويات، فبيشكوا انها ممكن تكون الرجل القافر. كارين بقى بتقول انها في اليوم اللي قبلوها حست بتقول مش طبيعي في جسمها. في اللحظة ديت نيك بيأمرهم يقفلوا المخارج كويس وهو يروح عندها. اول لما بيوصل بيسألها عن المكان اللي كانت فيه امبارح، هي بتحاول تتهرب من السؤال، ونيك بيسألها بصراحة اذا كانت هي الرجل القافر. ومرة واحدة رن بتكسر الترابيزة وبتنط تكسر السقف وبتهرب. في اللحظة ديت نيك شكوكو بتتأكد ان رن هي فعلا نفسها الرجل القافر. بيتجمع بعدها الفريق وبيتناقشوا على اللي هيعملوه، وفي الوقت ده بتدخل عليهم واحدة ماشية على عكاز وباين انها متصابة، وبتطلع ديت ام مولينا. المفاجأة الاكبر ان نيك بيبقى عارفها وبيطلع اسمها ايدا، وبتبقى واحدة من المغامرين المشهورين من الرتبة ايه، وكانت زمان ضمن فرقة مشهورة اسمها السيف الذهبي، ولقبها هو ايدا الساقية. بتضحك وبتقول انها من زمان ما سمعتش الاسم ده، وبتتفاجئ كارين انها كانت في نفس الفريق اللي كان فيه ادوارد. بتقول لها ايه ده، انا سمعت دلوقتي ان هو وصل للرتبة اس. بتشكرهم بعدها على انقاذهم لبنتها لينا، وفي اللحظة ديت بتقول لينا انها عايزة تبقى تلميذة عند زين، وطبعا هو بيرفض علشان اللي حصل معاه زمان، لان من ساعتها وهو بتخاف يتعامل مع اي بنت صغيرة. وبيقول لها انت ممكن تطلبي مني تاني الطلب ده بس بعد ما يبقى عندك 25 سنة مثلا ولا حاجة. بعدين ايدا بتفتح موضوع الرجل القافر، وبتقول لهم انهم لازم ينسوا الموضوع لان الشخص ده قوي جدا وبقدرتهم الحالية مش هيعرفوا يهزموه. فبيرد نيك ان هو بيحترم كلامها، لكن هي ما عندهاش السلطة تأمرهم، واذا كانت فعلا رن هي رجل القافر فهو عايز يحاسبها علشان خطفها للاطفال. فبتضحك ايدا من كلامه وبتعرفه ان هي اللي طلعت اشاعة خطف الاطفال بنفسها، وده فعلا لانها عايزة المغامرين يدوروا بنفسهم على الرجل القافر، لانها حاولت تطلب ده من فرسان المملكة، بس للاسف هم مشغولين في قضايا اكبر من دي. ولما حاولت هي تحل الموضوع اكتشفت قوة الرجل القافر فانسحبت فورا. وعلى الرغم من تحذيراتها نيك بيفضل مصر على قراره، وكمان بيطلب منها المساعدة، ومع اصراره بتضطر انها توافق على طلبه، وبتجهز لهم شراب سحري خاص لكل واحد فيهم، وبتعرفهم ان الشراب ده هيقوي الطاقة السحرية بتاعتهم، وكمان هيكشف امكانياتهم الحقيقية. وبتديلهم في البداية اداة بتقيس قوتهم السحرية، واول واحدة بتجربها هي كارين، بس بتبقى متوترة ومش عارفة تستخدمها. بعدها نيك بيستخدمها وبيطلع شعلة نار بسيطة. ايدا بتعمل كرة نارية كبيرة وبتقول له ان مع التدريب مستواه هيوصل للمرحلة دي. بعدين بتخليه يتدرب على المشي فوق حبل رفيع علشان تزود الخفة بتاعته والتوازن في القتال. في نفس اليوم بالليل بتكون في بنت صغيرة ماشية لوحدها في الشارع، ومرة واحدة بيظهر الرجل القافر وهو متخفي وبيخطفها، بس فريقنا بيتدخل في الوقت المناسب وبيقدروا ينقذوا البنت. ونيك بقى بيسأل الشخص اللي قدامه اذا كانت هي رن بس مش بترد عليه، وبيستخدم سحر قوي وبيقدر يهرب. بعدها كيزونا بيقول له ان هو استخدم سحر هجوم وسرعة وكمان سحر وهم، وده كله في نفس الوقت، واكيد هو بيستخدم ادوات اثرية. فبتقول تيانا ان في شخص يعرف في الادوات ديت كويس، وبيطلع قصدها على ليون. وفعلا نيك بيروح له وبيطلب منه المساعدة، وبيسأله اذا كان في اداة سحرية تقدر تخلي الشخص يختفي. فبيرد ليون ان في اداة اسمها جوهر الوهم تقدر تعمل كده فعلا، وفي شروط علشان يقدروا يلغوا التأثير بتاعها، والشرط ان هو ينطق اسم الشخص اللي قدامه والوهم هينكشف عنه، بس لازم يكون الاسم صح. في اللحظة ديت بيكتشف نيك ان رين بريئة لانه نطق اسمها بس السحر ما اتلغاش. تاني يوم بقى بنشوف نيك وهو بيتدرب ومهاراته في التوازن بقت افضل بكتير. بيجي بعدها زن وبيقول لهم انهم لازم يكملوا ويدوروا في الادله، فبيروحوا للحارس اللي موجود عند الخرابه وبيعرفوا منه ان في شخص بيرمي جثث الاطفال هنا، بس بتبقى مشوهه لدرجه انك مش بتبقى عارف تحدد اذا كانت ولد ولا بنت. وبعدها بياخدوا منه المعلومات وبيمشوا، بس مره واحده بيكلمهم كيزونا بالتخاطر وبيعرفهم ان في شخص بيراقبهم، وبنعرف ان رين هي اللي ماشيه وراهم. وفجاه بتهجم على نيك بس هو بيقدر يتصدى لضربتها بسهوله، وبتتفاجئ رين ان نيك جسمه خفيف، بتشك ان هو ممكن يبقى الرجل القافر. في اللحظه ديت بيتدخل كيزونا وبيستخدم مهاره النسخ، بس الغريب ان رين بتستخدمها هي كمان. بيقفوا بعدها كلهم علشان يفهموا الوضع اللي بيحصل، وبيسالها نيك اذا كانت هي الرجل القافر، فبتنكر رين ده لانها نفسها بتدور عليه، وبتكون شاكه اصلا في نيك.
بيسألها نيك بقى عن مهارة الاستنساخ بتاعتها بس هي مش بترد عليه، وبيعرفهم كيزونا ان ده سحر قديم مش اي حد يعرف يستخدمه، بس بيتجاهلوا الموضوع للوقت الحالي، وبيعرفوا انهم علشان يوصلوا لرجل القفر الحقيقي لازم يتحدوا. بعدها بتاخدهم رن لمكان في تابوت، واول لما بيفتحوه بيلاقوا في جثة بنت صغيرة، بس الغريب ان ملامحها مش واضحة، وبيطلع ان ده بسبب جزء من حجر الوهم محطوط تحت ظهرها، واول لما بيشيلوه ملامحها الحقيقية بتظهر، وبيبان ان في حروق غريبة على ايديها. زن بيروح يفتح عينيها وبيعرف ان عندها مرض اسمه الشيطان الاصفر، وبتقول لهم رن ان البنت ديت كانت مفقودة بقالها شهر، واهلها اتأخروا يوم كامل في ابلاغ فرسان المملكة لحد ما لقوا جثتها في الخرابة. ساعتها استنتجوا ان الرجل القافر له علاقة بالخرابة، وبيقول لهم نيك كمان ان هو وصل لهويته الحقيقية، والمرة دي هتكون نهايته هيقدر يوقفه. بعدها بنشوف الرجل القافر وهو بيتحرك فوق المباني، بس مرة واحدة بيظهر نيك بيهجم عليه من ظهره وبيقدر يوقفه، وبيسأله الرجل القافر اذا كان بيستخدم تعويذة الحركة، بيقول له انها كويسة لكن لسه مش مكتملة. نيك بقى مش بيرد عليه وبيسأله عن سبب اللي بيعمله وليه يكمل في خطف الاطفال، فبيرد عليه ان هو شخص متطفل ومالوش حق يسأله اللي هو بيعمله. نيك بقى بيهجم عليه وبيقول له ما تقلقش لانه خلاص عرف الحقيقة، واكيد يعني مش صدفة موضوع خطف الاطفال ووجود جثثهم في الخرابة، وبينطق اسمه ملغى، وفعلا بيطلع هو وسحر الوهم بيتشال ووش ملغى بيظهر. بيتفاجئ بقى وبيسأله هو ازاي قدر يعرف الحقيقة، فبيرد نيك ان الجثة اللي لقوها كان عليها اثار لمرض الشيطان الاصفر، وزين اكد له ان كان في حد بيحاول يعالج المرض ده، وده مش بيسيب غير احتمال واحد بس وهو انت يا سيد ملغى. فبيتصدم ملغى من المعلومات اللي نيك عارفها، وبيقول له ان هو عارف اكتر من اللازم علشان كده لازم تموت. بيبدأ القتال ما بينهم، بس ملغى بيقدر يتفادى كل ضربات نيك، بيصد هجماته بسهولة، بيفكر كده ان هو خلاص فاهم كل حركاته، ولكن مرة واحدة نيك بينط في الهواء وبيعزز القوة في رجليه، بينزل عليه بيها، وده اللي بيخلي السقف اللي واقفين عليه يتكسر. بتطلع ان ديت كانت خطة نيك من البداية، لان كل الفريق جوه المبنى، وملغى حاليا بقى متحاصر في النص. بيجي زين بقى هو متعصب وبيسأله عن سبب نشره لمرض قاتل زي ده وكمان قتله للأطفال، فبيبدأ نلغى يحكي الحقيقة، وهي ان بنته ماتت بسبب المرض ده، واللي معروف عند الناس ان هو مرض جنسي، علشان كده اتنشرت الشائعات القذرة في حق بنته حتى وهي ميتة، بس الحقيقة انها اتصابت لما كانت بتحاول تساعد مريض، واللي حصل انها لمست دمه فاتعدت منه، وبيكون ده سبب حقد ملغى على البشر لانهم ما رحموش بنته حتى وهي ميتة، وعلشان كده هو قرر انه مش هيخلي موتها يضيع من غير فايدة، وكان عاوز يلاقي علاج للمرض بأي طريقة حتى لو كان هيضحي ببعض الأطفال. زين بقى لما بيسمعه بيتعصب عليه وبيقول له ان ده مش مبرر، لان حتى الأطفال اللي هو قتلهم ليهم عائلات زعلوا عليهم زي ما هو زعل على بنته بالظبط. في اللحظة ديت كيزونا بيحس ان في شخص قوي قرب منهم وبيحذر الكل، ومرة واحدة شعاع بيخترق الحيطة وبيوصل لملغى وبيقدر يصيبه. بيدخل شخص لابس درع غريب مغطي جسمه بالكامل، بيخاف ملغى اول لما بيشوفه وبيسأله عن السبب اللي خلاه يجي لهنا، وبنعرف ان اسمه وايت، وبيرد عليه ان هو جاي بس علشان ما يخليهوش يتكلم اكتر من كده. بيسأله كمان عن السبب اللي خلاه يتهاون في اخفاء نفسه، واذا كان فعلا عاوز يتقبض عليه علشان يكفر عن اخطائه. زين بيحاول يتدخل علشان ينقذ ملغى، لكن وايت بيوجه له ضربة سحرية بالطياره لبعيد، وبيكون نيته ان هو يخلص على كل اللي موجودين هنا. كارين وتيانا بيحاولوا يهجموا عليه كمان، بس مرة واحدة بيختفي وبيظهر من وراهم، بيقدر يهزمهم هما الاثنين بضربة واحدة. زين بقى بيقوم وبيحاول يرجع علشان ينقذ ملغى، لكن ملغى بيطلب منه يسيبه وبيروح يساعد اصحابه يهربوا من هنا بسرعة. في اللحظة ديت نيك بيكلم زين بالتخاطر وبيقول له ان الحل الوحيد دلوقتي هو الاتحاد، وفجأة رن بتقول له انها تشتت انتباهه وبتروح تهاجمه. بتتعرف رن على الادوات السحرية ومظهره، وبتقول انت اكيد القناع الابيض وايت مورد الاسلحة لجيش الشياطين، فبيسألها وايت هي مين وازاي عرفت كل المعلومات ديت. بتضحك رن وبتقول له انها مجرد صحفية عادية وكانت معدية من هنا بالصدفة، فبيرد عليها وايت ان معرفتها ديت هتوديها لقبرها. بيهجم عليها بالسيف، بس رن بتقدر تصده وبتتحرك لورا، وفي ثانية بتوجه له ضربة قوية جدا بتخلي القناع بتاعه يتكسر، لكن بعدها بيبدأ يتصلح تاني، وبتقول ان ده اثر قديم واكيد الهجوم مش هيكون كافي عليه. في نفس الوقت زن ونيكي بيستخدموا الاتحاد، وبيظهر الكاهن المحارب. بيتفاجئ وايت من اللي شايفه، وبيقول ان ديت قدرة سيف الروابط الاسطوري اللي اختفى من الحرب القديمة. بيستخدم قوته وبيحبس رن في مجال سحري، والضغط اللي جوه المجال بيبقى صعب جدا عليها انها تستحمله، بس هو بيسيبها وبيهجم على نيك، ونيك بيقرر استخدام الصور علشان يشتت انتباهه ويتحرك بسرعة خارقة، وده فعلا بيخلي انتباه وايت يتشتت، والمجال اللي على رن قوته بتقل، فبتقدر تحرر نفسها منه. بتحاول تهجم عليه من ظهره بس هو بيتفاداها، وفي لحظة بيمسك نيك وبيقول له ان اللعبة خلاص خلصت، لكن نيك بيضحك وبيقول له ان لسه فيها بقية. بيقدر يثبته. في الوقت ده كيزونا بيجي من وراه وبيصيبه مباشرة في راسه. ده بيخلي وايت متحمس جدا لانه ما حسش بالمتعة ديت في القتال من زمان، ولكن للاسف بيقول انه هيضطر يودعهم دلوقتي.
هيسيب لهم هدية صغيرة، وفي لحظة بيختفي من المكان ولكنه بيسيب لهم قنبلة. القنبلة بتنفجر وبتدمر كل حاجة ومحدش فاهم اللي حصل. بعد ما الدنيا بتهدى بقى بيروح زن علشان يطمن على ملغى، ولكن للأسف حالته بتكون خطيرة جدا. بيطلب منهم يهربوا. نيك بقى بياخد زن قبل ما المكان ينهار على ملغى وهو مش قادر يتحرك. زين بيبقى زعلان جدا عليه، ولكن كارين بتقوله ما يزعلش لأنه عمل اللي عليه. وبيكونوا كده أخيرا خلصوا على الرجل القافر، لكن رين بتقوله ما يفرحش لأن دي لسه البداية. وظهور وايت معناه إن الشياطين بيتحركوا، الحرب على الأبواب، ولو حد فيهم استخدم حاجة من الأسلحة المحرمة محدش عارف مصير البشرية هيبقى إيه. فبيستغرب نيك من كل المعلومات اللي عندها وبيسألها عن هويتها الحقيقية. بتحاول تتهرب من السؤال ده في البداية، لكن بعدها بتقول لهم الحقيقة وإنها تعتبر زي سيف الروابط كده، لكن المختلف إنها اتعملت علشان تبقى برنامج مضاد لمحاربة الشياطين واسمها هو سيف الحرب. بتعدي بعدها فترة على حادثة ملغى وبنشوف زن رايح الخرابة وبنعرف إن هو أخد مكان ملغى وبدأ يعالج الناس الموجودين هناك. وفي مرة من المرات وهو هناك بيجي كوزونا وبيقول له بما إنه بيشتغل في مكان خطير زي ده فهو هيفضل موجود علشان يحميه. بعدها بنشوف كارين وهي ماشية في السوق وبتاخد بالها من طفلة صغيرة واقفة مع نفس البياع اللي نصب عليها من زمان، وبيحاول ينصب على البنت الصغيرة بس كريم بتتدخل وبتديله على دماغه. بتسمع بعدها صوت حد بينادي عليها وبيطلع نيك هو وباقي الفريق وبيقول لها انهم رايحين على مهرجان وجايين علشان ياخدوها معاهم. وهم في طريقهم في لحظة في حاجة جاية عليهم بسرعة وبتطلع ديت رن المجنونة وبتوزع اوراق في كل مكان وبتقول ان في اخبار مهمة. ولما بتوصل لهم بتقول انها عرفت معلومات خطيرة جدا وان في شيطان اسطوري هيتم استدعائه قريب. فبيرد عليها ان الكلمة ديت اكيد واحدة من الكذبات بتاعتها علشان تزود مبيعات المجلة، بس هي بتأكد له ان الموضوع بجد لان القناع الابيض له علاقة مباشرة بالموضوع. فبيسألها نيك عن المصدر اللي جابت منه الكلام ده. بتقول لهم انها مش متأكدة 100% ولكن هي قربت توصل لمكان السوق السوداء وهناك هتتأكد، وبتعرفهم ان السوق ده بيتباع فيه حاجات قيمة زي جواهر الوهم. فبتسألها كارين اذا ممكن تلاقي هناك جوهرة ملك التنانين، وبتقول لها انها بتحاول تنسى الموضوع ده من فترة بس مش قادرة تبطل تفكير فيه. فبتقول لها تيانا ان الاحسن تواجه المشكلة بدل ما تتهرب منها، والمرة دي هما هيكونوا معاها وفي ظهرها. ونيك طبعا بيأكد على كلام تيانا، بيقول لها انهم هيدعموها مهما كان اختيارها. بيتفقوا بعدها انهم هيبداوا رحلتهم الجديدة واللي هتبقى اكبر من اي حاجة يتخيلوها، بس بما انهم مع بعض فاكيد هيقدروا يحققوا هدفهم. ولسخرية القدر الفريق اتجمع علشان اعضائه اتخانوا من البشر وهم نفسهم هيبداوا رحلة ينقذوا فيها البشرية من الهلاك. وبكده بيخلص الموسم الاول من الحكاية بتاعتنا، بس لسه الطريق طويل ومكمل ودي مجرد بوابة لرحلة ضخمة. فيا ترى فريقنا هيقدر يقف في وش الصعوبات اللي هتقابلهم ولا لا، وايه اللي هيحصل في المستقبل؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله في الاجزاء اللي باقيه لما تنزل. فما تنساش تقولي رايك عن الفيديو ده في التعليقات، وما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. ويلا سلام سلام سلام.